ابقى وياي دكتور حبيبي. دكتوره خلينا ارجع مره ثانيه اليك. تعتقدون انه هاي الحكومه راح تكمل مشوارها الى 4 سنوات 3 سنوات؟ واقعا هي 3 سنوات. حجاوبك باختصار لان اريد ارد على الاشياء اللي هو طرحها. تفضلي بس عندنا دقيقه. ما راح تكمل بظل هذا التوتر اللي نشوفه ورفض الشارع الها، فما اعتقد راح تكمل. هاي النقمه الموجوده بالشارع العراقي ما راح تخليهم يستمرون بصراحه. ان شاء الله خردت اني ارد يعني على بعض الاشياء اللي طرحت، لان انا اعرف طبعا الاساليب اللي ينتهجوها وهذا الكلام اللي هو صار الكلام مكرر علينا واتهامات مكرره علينا. يلا واذا انطيتوا 800 افتخروا بيهم وقعدوا وسكتوا. لا هو هاي كانت الصيغه 800 افتخروا بيهم يعني قعدوا وسكتوا. ابدا. لا انا اقول لك انه منو قتلهم؟ منو قتلهم؟ ذول ال 800 حضرتك ما جاوبتني. منو قتل؟ منو عوق؟ احنا عندنا فوق ال 5000 واحد. نعم منو قتلهم؟ جاوبتك. منو قتلهم؟ حليفكم التيار الصدري يقول الفوج الرئاسي الكردي قتلوه. الفوج الرئاسي الكردي قتل المتظاهرين يعني. منو اللي ارتكب مجزرة السنك؟ منو اللي قتل احمد عبد الصمد؟ منو اللي قتل هشام الهاشمي؟ هسه انت ليش ما يعني من هي الجهات اللي قتلتهم؟ منو قتل احمد شو اسمه الطيب اللي اليوم الحكم بالاعدام؟ نعم واليوم الحكم بالاعدام. منو اللي قتل؟ من يا جهه؟ شو ما حد يحكي على هاي القضيه. لا حكينا منو ما حكى؟ من يا جهه؟ احنا كمدونين منو؟ انت تعرفين منو ما حكى؟ احنا عزيزي كلنا القراطي. نعم كان منتمي للتيار الصدري. كان منتمي للتيار الصدري. نعم هم حسب ما يقولون انه هو طلع من عندهم، لكن هو كان منتمي اثناء قتل ثار الطيب حسب ما احنا نعرف انه هو منتمي للتيار الصدري، والتيار الصدري شريك في قتل المتظاهرين في ساحه الصدرين وفي الناصريه. هذا الشيء احنا ننكره مثلا؟ احنا نعرف انه الجهه اللي قتلتنا بس ما تحجون به. شلون ما نحكي به عزيزي؟ وينه؟ من سامع احنا المتظاهرين نقول انه احنا التيار الصدري اشترك في قتل المتظاهرين مثلا؟ دكتورة. لا عزيزي هذه الامور هاي الامور واضحه وهاي الامور موجوده عندنا ومثبته عندنا ونعرف كل الزين، لكن انه يتم التحريض على قتلنا قبل شويه حضرتك نفس الاساليب بعدكم مستمرين بيها. ابناء السفارات تحريض على القتل، حضرتك هسه حرضت على قتلنا ابناء سفارات وتستلمون. لا هو هذا نفس الاسلوب اللي مارسوه علينا، نفس اللي اكاديميه. هذا خطاب ما يرتقي بيك من تقول على متظاهرين انه هم تابعين الى سفارات ويستلمون وعندنا الصرافات. انتوا عندكم سلطه بالبلد، جيبوا لي متظاهر تشريني واحد مستلم او هو عميل، جيبوه حاكموه قدامنا، احنا نريد تحاكموه. احنا كشعب نريدكم انتوا تحاكموه. اذا لقيتوا لنا واحد هو ثبت عليه انه هو مستلم من سفاره او امر معين، لكن احكي لي على ذول السفارات اللي هم تعين هاي السلطه. عزيزتي دكتوره باي، نعم. هذا الاسلوب ما يلتقي بيك ابدا، ما يرتقي بيك. زين هذا بس لا يرتقي حضرتك التحريض على القتل. انا ما انت قلت اتهمتي مكون اساسي من مكونات الشعب العراقي انهم قتلوا وانهم. قلت لك هذا الاسلوب الاتهامات بامكان الاخرين ان يردون عليك نفس الاتهامات. ممكن يردون عليك ويقولوا لكم انتم ابناء سفارات وانتم تتقاضون فلوس مثل ما اتهموا الحلبوسي والهذا وصار حليفهم. هذه الاتهامات كان عميل صهيوني وسعودي. لا ما يصير. النقطه الثانيه الدكتور كاتور اللي تعلق لي عليها